وانا النهارده ماشيه كنت راكبه ترام، فلقيت على ترام تاني 3 كلمات، وغالبا ده اعلان لحاجه انا مش عارفه ايه هي. بس اللي شد فضولي هي اول كلمه كانت الفضول curiosity، وتاني كلمه كانت الابداع او creativity، وتالت كلمه كانت opportunity. قلت هو ده اعلان عن ايه؟ ما اهتمتش، بس الحقيقه ان انا حسيت انه ال3 كلمات دي، الفضول والابداع والفرصه، هم 3 حاجات يعني مرتبطين ببعض. يعني انا لو عندي فضول تجاه حاجه معينه، تجاه فكره معينه، وبدات ان انا ابدع فيها او افكر فيها او اديها وقت ان انا اشوفها بشكل اعمق واضيف لها معاني جديده، مش ده ممكن يخلق ليا فرصة لحاجة جديدة في الحياة ما جربتهاش قبل كده؟ الغريب بقى انه الحكاية دي حصلت قبل ما التقي بصديق، وقعدنا نتكلم في فكرة، كنا بنتكلم عن الابداع وعن الفرص وعن الشغل، وهو فنان كده مهم يعني جدا. فلقيت انه ما هو ده بالظبط، انه لو احنا نلقط المعاني يبقى عندنا فضول تجاه حاجة نبدع فيها، لانه اكيد طالما كان عندنا الفضول يبقى احنا عندنا حاجة نقدر نضيف فيها، وبالتالي الفرصة هتحصل. واحنا لا نملك النتائج، بس على الاقل يعني فضولنا يسوقنا في الحتة الصح للفرصة الصح.